وبما ان الفتره دي قاعدين في اسيوط ومطولين شويه، فحبيت ازور اغلب الاماكن المشهوره في المحافظه. ايه الصوص اللي انت حاطه ده؟ صوص ملح. صوص ملح. عجبك اسيوط؟ لا نزال. بانه. الفيديو اللي فات قلت للناس ترشح لي اماكن مشهوره في اسيوط وهنروح نزورها مكان، واغلب الكومنتات قالت نروح ميس ايجيبت. هتركب اي تاكسي تقول له ميس ايجيبت هينزلك قدام المكان بالظبط. استاذ علي لوجا، ايه رايك في اسيوط يا صاحبي؟ دايما انت معايا في كل فيديوهات اسيوط. بص، احنا هنقيم بصراحه، واي مكان هنزوره في اي محافظه بنجيب فيه المميزات والعيوب علشان لما تنزل محافظه تبقى عارف تروح فين بالظبط. المكان زي ما انت ما شايف 3 ادوار، كل دور تحفه عن التاني حرفيا، غير عجبك اسيوط؟ لا نزال. بانه. حب الثابت على المبدأ انا يا صاحبي. ياخد 100 من 100 والله حرفيا. هاو ار يو؟ طلبنا كريبات. انت طلبت ايه يا صاحبي؟ بيتزات. بص يا صاحبي، انا هاكل كل ده لوحدي، مش بعمل اعلان، احنا بنجرب. ولو الاكل طلع وحش هقول وحش. انت عايز تاكل دي؟ بس انا الصراحه عيني في ده كله الصراحه يعني. بتاعتي دي ياض. مفيش الكلام ده. بتاعتي. يلا نجرب يا صاحبي وان شاء الله باذن الله. بص، احنا هنتفق اتفاق، اللي هيخلص الاول هيخش على الاكل التاني. ايوه، يعني انت طلبت بيتزا، في ايه لما اخلص كريب باكل معاك يعني. ايه الصوص اللي انت حاطه ده؟ صوص ملح. صوص ملح. بس طعمها يلا. اه والله. انت بتعمل كده عشان ما تاكلنيش. ده شاورما فراخ وجامد بصراحه، حلو. بصوا ان احنا هنبدا بالمكان اللي فوق الفيو اللي على النيل، وبعد كده هننزل في الدور الثاني زي ما انتم شايفين كده القاعده. يا جمال المكان والهدوء، اقسم بالله. بص، قعدنا في الدور التاني زي ما انت مش شايف كده. لو عايز تروح تخلص شغلك بقى وتقعد كوبايه قهوه جميله مع كميه الهدوء اللي في المكان ده، حاجه حرفيا من الاخر. بص، هو كمميزات المكان تحفه حرفيا، والاسعار يعني في المتناول، مش عاليه قوي بالنسبه للديكور بتاع المكان. اكتر حاجه الصراحه ما عجبتنيش في المكان ان الحمام الرجالي مش موجود غير في اول دور تحت، باقي الادوار اللي فوق مش موجوده فيها اي حمام رجالي. دي اكتر حاجه يعني الصراحه ما كانتش لطيفه يعني. بس كراحه نفسيه وكمكان وكديكور وكهدوء، حرفيا مكان يستاهل 10 من 10. مفيش اي تعليق غير على قصة الحمام دي بس. انصح بيه طبعا لاي حد عايز ينزل محافظة اسيوط، وكل ما انا موجود في المحافظة هصور لكم كل الاماكن المشهورة هنا، وهنزور كل يوم مكان جديد. رشحوا لي الاماكن اللي انا اروحها هنا في المحافظة، وباذن الله هنروح وهنجرب الاكل والشرب بتاع المكان، وباذن الله بكم وبدعمكم هنروح اغلب المحافظات اللي عندنا وهنزور فيها اغلب الاماكن المشهورة، وتنزل فين وتروح فين عشان لما تروح المحافظة ما تتوهش. اشوفكم في فيديو جديد، هستنى رايك في الكومنتات واعمل شير، واقترح عليا بقى شويه اماكن تاني، بما ان هنا فتره كبيره شويه هنستغل كل يوم في المحافظه. محافظه اسيوط فيها حاجات جميله جدا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.